ألسنة النيران لم تبقي ولم تذر في هذه الجبال بمنطقة زبربر بولاية البويرة الجزائرية. فرق الحماية المدنية تسابق الزمن لإخماد الحرائق. غير بعيد عن هنا وفي قلب القرية يحاول السكان إنقاذ ما تبقى. تحرق الدار، تحرق الحانوت، تحرق كلش، او الجروب تحرق، ما بقى والو. الخساره عندنا 4 مليار الخساره. الناس ناضوا الصباح اليوم على 6 تاع الصباح يلقاو روحهم في وسط النار، في وسط النار دايره بهم من كل جهه. يا ودي ديكا يا ودي مور، الناس بزاف ماتوا، ربي يرحمهم ان شاء الله. إلى جانب البويرة تشهد ولايتي بجاية وجيجل أعنف حرائق في الجزائر أججتها رياح شديدة، ليتم تسجيل ما مجموعه 97 حريقا في 16 ولاية من البلاد تمددت إلى المناطق السكنية، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران. تأتي هذه الحرائق في خضم موجة حر شديدة بلغت 48 درجة مئوية، وهو السيناريو نفسه الذي تشهده تونس المجاورة. السلطات الجزائرية قامت بتعبئة نحو 8000 من رجال الحماية المدنية و525 شاحنة ومروحيات مكافحة حرائق تابعة لسلاح الجو وطائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة، علما أن صيف عام 2021 كان الأكثر فتكا منذ عقود، قضى خلاله أكثر من 90 شخصا في حرائق واسعة النطاق في شمال الجزائر ولا سيما في منطقة القبائل.